عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على رسول الله الذي تركنا على المحجة البيضاء والصراط المستقيم والدين القويم، وبعد. فمنذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والصحابة رضوان الله عليهم يحذرون من المحدثات، ولذلك لما رأى الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوما في المسجد خلقا وبين أيديهم حصى، وفي كل حلقة رجل يقول كبروا 100 فيكبرون 100، ثم يقول هللوا 100 فيهللون 100، ثم يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، فأنكر عليهم وقال: ويحكم والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب الضلال. والذكر والتسبيح عبادة مشروعة، ولكن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر عليهم الهيئة أو الطريقة التي أحدثوها، لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الراشدين. وهكذا ضل الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة المهتدين ينكرون على من أحدث في دين الله شيئا صيانة لجناب الشريعة من التحريف والتغيير ينبض في دمي، ولسان كل المكرمات لساني. أنا مسلم والشمس تعلم.